قالوا عنها المرأة العربية الوحيدة اللي حكمت بلد عربي في العصر الحديث، وعملت انقلابين من غير ما تعمل فيهم أي مجهود. خلت جوزها ينقلب على والده، وخلت ابنها ينقلب على جوزها. الشيخة موزة ما كانتش عايزة تبقى مجرد زوجة عادية، ده غير إنها أكتر واحدة في زوجات الشيخ حمد بن خليفة ليها تأثير عليه، لدرجة إن ناس كتير معتقدة إنها كان ليها إيد في الانقلاب السلمي اللي عمله الشيخ حمد على الشيخ خليفة، والانقلاب اللي عمله ابنها الشيخ تميم على الشيخ حمد. موزة بنت ناصر المسند اتولدت أغسطس 59 في مدينة في قطر. والدها يبقى ناصر عبد الله المسند، زعيم قبيلة المهندة اللي كانت عايزة تحكم قطر بدل عيلة التاني، وكان من أكبر المعارضين في عهد الشيخ خليفة. طبعا الكلام ده خلى الحكام في قطر عندهم هواجس من اللي ممكن يحصل، عشان كده قرروا ينفوا القبيلة كلها للكويت بعد ما خرج ناصر والد موزة من السجن. لكن ده ما منعوش انه يحاول يوصل للحكم لغاية ما عيلة التاني مسكوا الحكم بشكل نهائي. وهنا لقت موزة نفسها بتعيش حياتها بين مصر والكويت، ولما رجعت قطر سنة 77 دخلت الجامعة علشان تدرس علم اجتماع، لكن للأسف ما قدرتش تكمل تعليمها واضطرت تسيب الجامعة. لكن قبل ما تسيب الجامعة حصل لها حاجة كده غيرت لها حياتها كلها، وده حصل لما شافها الشيخ حمد بن خليفة التاني وعرض عليها الجواز. وفي مصادر بتقول ان هو اللي اتوسط لهم علشان ترجع قطر هي وعيلتها. وفعلا اتجوزت موزة من الشيخ حمد اللي كان ولي العهد وقتها، وبقت مراته على زوجتين. في الاول عاشت حياة عادية وتقليدية، لدرجة ان في خلال 14 سنة بس بقى عندها منه 7 اطفال. ولان الشيخة موزة مؤمنة جدا بأهمية التعليم للشخص، ده خلاها تكمل تعليمها بعد الجواز، وفعلا اتخرجت وخدت شهادة في علم الاجتماع، وكمان عملت ماجستير في السياسة العامة في الإسلام. ومن وقت ما مسك الشيخ حمد الحكم بدأت الشيخة موزة تظهر أكتر ويبقى ليها دور كبير في شؤون البلد، عشان نلاقيها مثلا بتمثل قطر في أحداث دولية كتير، وكمان بقت رئيسة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. ومن وقتها والشيخة موزة بتتولى مناصب رئاسية في مؤسسات ومجالس وفي مجالات مختلفة كتير، لكن أكتر حاجتين كانت مركزة عليهم هم التعليم والصحة، وده لأنها مؤمنة بأهميتهم لأي شخص في العالم. عشان كده أسست الصندوق الدولي للتعليم في العراق علشان تضمن لهم مستوى تعليم عالي، وكمان عملت قناة الجزيرة للأطفال علشان تضمن إن التعليم يوصل بكل سهولة لكل شخص عربي. ده غير بقى مؤسسة صلتك اللي بتواجه بطالة الشباب في الشرق الأوسط، بتساعدهم يغيروا حياتهم ومستقبلهم، وده بيحصل من خلال تمويل وفرص عمل وتطوير مشاريع بتقدمهم المؤسسة للشباب علشان تسهل عليهم حياتهم العملية. ولأن الشيخة موزة علاقتها هايلة بدول كتير، خصوصا الدول الغربية اللي مقدرة جدا نشاطها واهتمامها بالتعليم والصحة والشباب، ده خلاها تاخد الدكتوراه الفخرية من جامعة فيرجينيا كومنهيلث وجامعة تكساس A&M. لكن بعيدا عن كل ده الشيخة موزة على طول محافظة على لياقتها وشياكتها، واللي بتبقى شاغلة الصحافة العالمية، عشان كده دايما بيبقوا مستنيين إطلالتها في أي مناسبة دولية. الشيخة موزة أو المرأة التي تحكم قطر زي ما مشهور عنها لعبت دور كبير في الإصلاحات التعليمية والاجتماعية في قطر وفي أماكن تانية كتير في العالم، لأنها مؤمنة بأهمية دورها في تسهيل الحياة لكل الناس.